لما بيجي مرض زي مرض السكر هو واضح في اهدافه، كل مره بقول الكلام ده. السكر داخل هيعمل لك تصلب شرايين. تصلب شرايين يعني شريان ما بقاش واخد المرونه بتاعته. تاني حاجه زي ما انتم شايفين اهو، مجرى الشريان نتيجه ترسبات ال LDL والصفائح الدمويه بيبتدي يقفل اهو. احنا لما بنيجي يجي لنا المريض في العياده في بروتوكول علاجي. يعني بنعمل له اسسمنت، تقييم. يمرة واحد الليبيد بروفايل ده مهم جدا. وظائف الكلى لازم نشوفها تماما. السكر التراكمي في خلال 3 شهور بنظبطه. احسنت. بنشوفه. يبقى انا كدكتور دي نمبر 1. بعد كده لما بشوف الخريطه دي ابتدي احط العلاج بتاعي، سواء علاج دوائي وعلاج الاكسجين اللي انا بعتبره ماجيك، سحر. لانه ملوش اي اضرار سايد افكت وهو كاسح. يعني لما نيجي نبص على الشريان ده اهو بقى رجع تاني زي طبيعته. دور الاكسجين النشط ان هو بيشيل هذه الترسبات الدهنيه. على الاكسجين النشط بيرفع الميتابوليزم، صحيح، فيحسن لي بقى الليبيد بروفايل. خطوره مرض السكر ممكن يوديك حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم يعني الضغط عالي، السكر عالي، والدهون عاليه. يبقى اذا انا لما اجي اخد الاكسجين النشط بيحسن لي الالاستين والكولاجين الموجوده في الارتي، يرجع مرونته، يوسع لي الشريان، يخلي الدم يخش لغايه اعماق الخلايا.